السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا محمود متولي انصاب او جاله اصابة مع المنتخب، ربنا يشفيه يا رب. ف... فروي فيتوريا قام باستدعاء المدعو ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي. قام النادي الاهلي منزل بيان يقول لك ان اللاعب مجهد. ياسر ابراهيم اللي اخر ماتش لعبه كان ماتش الكاس اللي اشرف بن شرقي عمل منه جزامه قبل في الماتش ده، ولعب كام دقيقه في ماتش الداخليه بس، فهو مجهد من ساعه ماتش الكاس يعني. الله يرحمه بقى. قمه الوساخه من نادي وسخ اصلا. لما المنتخب يستدعي لاعب عنده هو يقول لك اللاعب مجهد، هو اللاعب اصلا ما لعبش عشان يجهد. ده كله ليه؟ عشان خاطر يعني المدرب ما استدعاش كريم فؤاد للمنتخب. كريم فؤاد اللي كل انجازاته ماتشين اتنين، عايزين يروح يلعب مكان محمد صلاح او يلعب مكان احمد السيد زيزو، يعني لاعب كل انجازاته ماتشين اتنين في حياته. رغم ان الراجل صرح قال لك انا استدعيته المنتخب ايام ما كان النادي ما كانش اصلا واثق فيه، يعني ايام الاهلي ما كانش واثق فيه، كان عايز يمشيه، انا جبت المنتخب. هو انتوا بتفكروا ازاي، ولا انتوا بتتعاملوا ازاي اصلا؟ المفروض يبقى في وقفه من اتحاد الكوره ضد النادي الاهلي على يعني ايه، على الموقف اللي عمله ده. خلاص ما تسحب لعيبتك كلها بقى وايه وقعدتهم جنبك. عموما مدرب المنتخب استدعى لاعب الاتحاد اللي اسمه خالد سطوحي، وده لاعب كويس جدا برضه واحسن من ياسر ابراهيم ب 100 مره. بس الموقف نفسه، العقليه او العند بقى، ما هو بص يعني ما تفهمش. بقى لهم سنتين اتنين بايه شغالين بيانات 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 بس. يلا الله المستعان. سلام.